أخبار بطولة. قام اللاعب يحيى جبران بالرد على تصريحات الرئيس أيتمنى التي جاءت ضده بالجمع العام. سعيد نصيري يدو انه سعيد نصيري يتنازل لي على الفلوس ديال الفيفا. وكان الرد بصورة للرئيس السابق سعيد النصيري وعبارة لا يمكن أن تلوي يد هذا الأب. قدم مجموعة منخرطو الوداد بيان توضيحي واعتذار عما بدر من بعض أعضائها في الجمع العام. تراجعت إلترا الرجاء عن المقاطعة، خاصة أن اللقاء مصيري وقد يحدد المصير الرياضي للنادي على أن يتم حل المشاكل الداخلية بين الفصيلين. أعلن اتحاد يعقوب المنصور عن بيع تذاكر مباراته ضد الوداد على الموقع الخاص بالنادي ابتداء من اليوم. جدد صلاح الدين الراحولي عقده رفقة أولمبيك آسفي لموسمين. بدأت عملية تغيير السياج لملعب الشرفي بمكناس والذي كان مطلبا جماهيريا. تتجه إدارة الجيش الملكي لبيع التذاكر الإلكترونية بدل التذاكر العادية بالشراكة مع ويبو. قدمت إلتراس عسكري تهنئة لإلتراس بلاك آرمي بمناسبة إتمام 19 سنة من الوفاة.